اسمي خولة خليل موسى، إدارية قوات حماية المجتمع. اليوم نحن جايين هنا مشان نعتصم مشان هجمات الدولة التركية على مناطقنا، على مناطق شمال شرق سوريا. طبعا اليوم احنا تحت خيمة العزة والكرامة، خيمة الشرف، جايين مشان ما نقبل اي هجوم من قبل الدولة التركية تهاجم مناطقنا. يعني اليوم الاستهداف ما يستهدف القوات العسكرية، يعني يستهدف الاطفال المدنيين. شنو ذنب هالشيوخ والاطفال اليوم؟ هالنساء هاي اللي تنضرب المدنيين، يعني بدال ما يجون يعني امريكا اليوم على اساس جايه حمايه هالمنطقه، امريكا جايه تدعم دول الغرب يعني مشان هجوم، يعني يهجمون على مناطقنا، ونحن ما نقبل وندين ونستنكر المنظمات الانسانيه، منظمات حقوق الانسان. يعني شنو ذنب هالاطفال هاي تنقتل اليوم؟ نحن ما نقبل اي عدوان يعني يتوجه علينا. يعني نحن باسم ناحيه الكوشر اليوم جايين، باسم قوات حمايه المجتمع ناحيه الكوشر، جايين تحت هالخيمه مشان يعني نتمنى انه جميع الدول تقوم مشان انه ما يصير هالقتل وهالحرب على مناطقنا. يعني اليوم صار لنا 28 يوم باسم قوات هبجة وتنسيق مع مؤتمر سال، صار لنا اليوم 28 يوم هنا تحت هالخيمه هاي، ولسه ما في اي تصريح، ما في اي شيء من قبل المنظمات الانسانيه. يعني ما في لحد هسه عنا اي صوت، يعني ما في تجاوب مع هالفعاليه. هالفعاليه ما دام يعني هالهجمات الدوله التركيه علينا وهالطيران يعني اللي يضرب يستهدف المناطق، يستهدف سيارات المدنيين، هالخيمه راح تبنى لحتى نسمع قرارات الدول. يعني لازم هالحرب هاي توقف باسرع وقت، يعني الشعب عم ينضر.